النهارده بقى هعمل لكم حبة عيش حواوشي بقى في منتهى الجمال، وبصوا احلى من كده مفيش. هتبطلي تعمليه بره وهتعمليه في البيت وفي الطاسة وعلى البوتاجاز من فوق. شوفي معايا الفيديو للنهاية وهقول لك الطريقة بتاعته. اول حاجة هجيب ده نص كيلو لحمة مفرومة، اهم حاجة يكون فيه نسبة دهن كويسة. تقولي للراجل كده انا عايزة لحمة مفرومة مخلوطة كده معاها الدهنة بتاعتها. وهجيب بقى البهارات، ملح وفلفل اسود وكزبرة وثلاث حبات طماطم وبصل، يعني بصل كده كمية حلوة كده، وبقدونس وفلفل. وهحطهم كده على بعضيهم كده بالطريقة ديت، وهقلبهم بقى وهدعكهم في بعضيهم بحيث ان اللحمة مفرومة تختلط معاهم. هكورهم معايا الكور اللي انتوا شايفينها دي. وهكون مجهزة معايا عيش، انا جايباه جاهز من الفرن، عيش اسمر. او ممكن تعجني عجينة على ايديكي في البيت، سهلة جدا وبسيطة، ما فيهاش اي حاجة، بتخمريها عجينة سهلة بتاعه العيش. بس انا فضلت اللي انا اعملها كده جاهزه كلها على بعضيها عشان ما تاخدش معايا وقت. هجيب كده بقى كرة كرة وهبدأ ادخلها في الرغيف زي ما انتوا شايفين، وهسويها كده زي ما انتوا شايفين. هوريكم برضو الرغيف التاني وانا بسوي، وانا برضو بساوي كده جواه اللحمه، وبضغط عليه. وبصوا بضغط عليه من الجناب عشان اللحمه تتوزع جوه الرغيف كله. هجيب بقى طاسه احطها على البوتاجاز ومعلقه سمنه، وهدهن كده وش الرغيف كده من فوق كده بالسمنه زي ما انتوا شايفين. والظهر بتاعه انا ما دهنتوش لان انا هنزله على الطاسه. الطاسه تكون سخنه وهسيبه على النار. واول ما ياخد لون من تحت هبدا اقلبه على الجهه التانية بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وكده هي اللحمه مفرومه من جوه بتستوي معايا. بس هبدا كده اطلعه، بيبقى ده شكله وبيبقى ريحته جميله جدا وسهل وبسيط، ما بياخدش معايا وقت على البوتاجاز خالص. بصوا الكميه دي طلعت حلوه معايا، وان شاء الله هتعجبكم. عايزاكم تجربوها وتقولي رايكم فيها ايه في التعليقات، لانها بجد من احلى الوصفات اللي انا عملتها، وكانت سهله وبسيطه ما خدتش معايا اي وقت وانا بعمل الغدا. يلا لايك وشير، واشوفكم على خير في وصفه جديده.